مباشر الآن من موقع الكنز من عند البخلي. تفاعلكم ودعمكم المستمر بالضغط على زر الإعجاب هو المحرك الأساسي لنا لنقل الوقائع من قلب الميدان وكشف المستور في القضايا التي تشغل الرأي العام. فنحن نفتح معكم اليوم ملفا أثار ضجة واسعة وجدلا لم يتوقف حول ما وصف به كنز الدقراري في منطقة عيال سريح بمحافظة عمران، حيث اختلطت فيه الحقائق بالشائعات وروايات الكنوز الأسطورية بالواقع الميداني المتوتر، وسط ذهول من سرعة التحركات العسكرية التي أعقبت هذا الاكتشاف المزعوم. ونبدأ معكم من تفاصيل المشهد الذي هز منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون وأهالي أنباء عن العثور على كنز هائل وتاريخي أثناء أعمال حفر في قرية الدقراري يضم كميات ضخمة من الأصنام الذهبية والمجوهرات الحميرية القديمة. وذهبت بعض التقارير إلى تقدير كمية الذهب المكتشفة بأكثر من 40 طنا من الذهب الخالص. واللافت في الأمر أن هذه الأنباء لم تلبث أن انتشرت حتى تحول المكان إلى ثكنة عسكرية، حيث وصلت أطقم تابعة لجماعة الحوثيين إلى الموقع بسرعة قياسية أثارت سخرية وتهكم الكثيرين الذين قارنوا بين هذا الاستنفار اللحظي وبين التباطؤ المعتاد في الاستجابة لجرائم الاغتيالات أو القضايا الأمنية التي تمس المواطن، وكأن بريق الذهب يمتلك قدرة خارقة على تحريك الأطقم التي تظل ساكنة في الأزمات الأخرى. وعلى الصعيد الميداني تشير المعلومات الواردة من هناك إلى وجود حالة من التوتر الشديد بعد أن تم محاصرة القبائل المحيطة بمنطقة المخزن أو الكهف الذي يعتقد وجود الكنز فيه، رافضة السماح باستخراجه أو نقله قبل الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق المنطقة والقبيلة، مما أدى إلى تجميد عمليات الحفر مؤقتا لتجنب اشتباك مسلح وشيك. وفي خضم هذا التوتر دخلت على الخط بروباغندا إعلامية خارجية روجت لقصص وصفتها بالعاجلة تدعي فشل محاولات أمريكية وإسرائيلية لسرقة هذا الذهب، معتبرة أن تأكيد هذا الاكتشاف سيجعل من القبائل اليمنية أغنى قبائل العالم عبر التاريخ، وهو ما يراه الخبراء جزءا من الحرب النفسية وصناعة الانتصارات الوهمية بعيدا عن المنطق الاقتصادي. ولكن وهنا يجب أن نتوقف قليلا لنقرأ المشهد بعين الفحص والتدقيق. فبينما يغرق الكثيرون في أحلام 40 طنا من الذهب، تشير التقارير الفنية الموثقة لوزارة النفط والمعادن والمسوحات الجيولوجية إلى أن محافظة عمران تمتلك بالفعل ثروات معدنية، لكنها تتمثل في احتياطيات ضخمة من خام النحاس تصل إلى 40 مليون طن، وليس ذهبا مصبوبا في أصنام كما يروج البعض. ويرى المحللون أن الفيديوهات المنتشرة قد تكون مصطنعة أو مولدة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لغرض الإثارة أو صرف الأنظار عن قضايا أخرى، خاصة في ظل غياب أي تأكيد رسمي أو صور واضحة توثق وجود هذه الكميات الخرافية من المعدن الأصفر. فالمنطق يقول إن 40 طنا من الذهب لا يمكن أن تكتشف في شوالات أو صناديق خشبية عابرة تحت الأرض. إننا أمام حالة من الهوس بالكنوز تعكس حجم المعاناة الاقتصادية والرغبة في حدوث تحول معجزي. ونحن في قناة نيوز الآن نضع بين أيديكم هذه المعطيات لنؤكد أن الحقيقة غالبا ما تقع في المنطقة الوسطى بين حماس القبائل واستنفار السلطة وتقارير الجيولوجيا. سنبقى معكم لمتابعة ما ستسفر عنه الأيام القادمة في عيال سريح، وهل سيبقى كنز الدقراري مجرد أسطورة عابرة أم أنه سيمثل تحولا حقيقيا في ثروات اليمن المنهوبة. شكرا لثقتكم الغالية ومتابعتكم التي تمنحنا القوة لنشر الحقيقة كما هي من قلب الحدث. وأراكم إن شاء الله في حلقة قادمة لمتابعة هذا الملف المثير